السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مطبخ جديد بنسلمه. خلاص المطبخ سلمناه، المطبخ من خامة الكرادنج بره وجوه ضد الكسر. عملنا المرة دي على لونين، لون تحت جري غامق ممكن يكون مش واضح بسبب ان مفيش غير لمبة اضاءة واحدة في المطبخ عشان الشقة لسه تحت التشطيب، واللون اللي فوق اللي هو الابيض الميتاليك البرونزي اللي زي ما انتم شايفين الشياكة بتاعته. هنشرح كل حاجه في المطبخ بالتفاصيل، وازاي نخلي بالنا من اماكن الاجهزه والحوض والبوتاجاز والكلام ده كله، وازاي تقدر تستفيد في مطبخك بمطبخ زي ده وتوزع اجهزتك زي ما انت عاوز من البدايه خالص، وانت بتقسم مطبخك من غير ما تحتاج لحد. خليكم معانا للاخر وانتوا هتستفيدوا بكل حاجه. يلا بينا. طبعا في البدايه اول حاجه بنعملها في اي مطبخ بندخله ان احنا بنشوف توزيعة الاجهزه، بنوزع الاجهزه بتاعتنا زي ما يتناسب مع المطبخ بالظبط. اول حاجه طبعا بنشوفها في المطابخ اللي هي سيراميكا متشطب، نشوف مكان الحوض فين، هل هيبقى فيه غسالات في المطبخ ولا لا. فطبعا ده هنا في المنطقه دي، هي دي كانت منطقه الحوض في المطبخ. عملنا رف من تحت زي ما احنا شايفين، وحددنا مكان البوتاجاز في الجزئيه دي، يعني ده كان انسب مكان، مش علشان الشباك خالص، لان ده كان انسب مكان للبوتاجاز في وش دخول الباب علشان يديني حريه في الوقفه على البوتاجاز، وكمان عشان هنا عندي الحوض ففصلنا بالجزئيه الصغيره دي بتاعه ترولي الزيت، الاختراع بتاعنا اللي احنا بنعمله باستمرار، فعملناه في الجزئيه دي. وهنا بعدين الحوض، وجينا طبعا بعد بقيه الاجهزه في المطبخ. عندي ديب فريزر وعندي ثلاجه، فده كان افضل مكان هنا للثلاجه، وجنبها هنا الديب فريزر مش عالي، اتعمل فوقيه وحده بالطول العادي بتاع المطبخ. وطلب مننا برضو دولاب خزين، فما لقيناش انسب من المنطقه دي ان احنا نعمل فيها دولاب تخزين بالارتفاع ده كله. والمفصلات بتاعتنا سوفت كلوز طبعا كلها، وعملنا تحتيه هنا ضرفه تاني تفتح وتقفل سوفت كلوز. طبعا انا الدولاب ده ما عرضناهوش لبره علشان ما يموتش الضرفه دي، الكورنر بتاعي بالرفين بتوعه، وفي نفس الوقت استفيد بالرخامه من تحت. بقى عندي دي كلها رخامه اقدر ان انا استخدمها في مساحه التشغيل بتاعتي. جينا بعد كده هنا عملنا ضرفتين تخزين تحت البار. هنا ده يعتبر شباك مناوله معمول، هيتعمل له لسه رخامه مع رخام المطبخ. عملنا فوق اليونت القلاب دي، وسيبنا الجزئيه دي فاضيه برده بحيث ان هي تديني حريه في الحركه، محدش يخبط في دماغه فيها. طبعا نشرح الجزء اللي فوق بالتفصيل، نكمل اللي تحت. عملنا كمان هنا كورنر كبير بالمساحه دي كلها بحيث يديني مساحه تخزين كبيره. بعد الكورنر عملنا هنا 3 ادراج للمعالق صغيرين بحيث ان هم يشيلوا معايا البرطمانات الصغيره، حاجه المعالق الكلام ده كله. وهنا الحوض. نيجي بقى للجزء اللي فوق، طبعا هنا البوتاجاز فوق الشباك. عملنا اليونت دي بضرفتين، عملناها تفتح يمين علشان تخدم على البوتاجاز بمفصلات سوفت كلوز. وعملنا الحوض جاي المطبقيه فوق الحوض مباشره في الجزئيه دي بحيث ان هي تبقى فوق الحوض. وعملنا هنا ضرفتين برفين، وهنا كورنر وهنا كورنر، بحيث لو جبنا المطبخ من بعيد كده هنشوف هنلاقي ان هنا في كورنرين وهنا في ضرفتين صغيرين كنا المفروض هنعملهم من غير ظرف، بس عملنا تعديل بظرف عشان عندنا اطفال اشقياء في المطبخ. وفي النص القلاب اللي قلنا عليها دي معموله طبعا على اقل من الارتفاع ده عشان اللي واقف يناول ما يتخبطش في راسه. وهنا فوق الديب فريزر عملنا ضرفتين برفين. طبعا احنا شرحنا دولاب التخزين اللي عملنا من شويه هنا. وهنا فوق تلاجة في الجزئيه دي، هتكون التلاجة بتاعتي في الجزئيه دي. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.